قبل فترة طويلة كان في عرقين بيحكموا الأرض، هما البشر والوحوش، وبعد فترة طويلة قامت حرب بين العرقين دول، واللي كسب الحرب دي كان البشر. وبعد ما البشر كسبوا الحرب دي قرروا إن هما هيحبسوا الوحوش تحت الأرض بتعاويذ أو طلاسم. بعد سنين طويلة على جبل إيبوت، الأساطير بتقول إن أي حد هيتسلق الجبل ده مستحيل يرجع منه، ومن الواضح إن شخصيتنا شخصية ملقوفة وقررت تتسلق الجبل ده. دي كانت مقدمة لعبتنا الجديدة اللي هنحاول نخليها سلسلة اندرتيل، بس طبعا مش هتبقى سلسلة الا بدعمك واشتراكك وكومنتك ولايكك وشيرك، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستا، هتلاقيه تحت في الديسكريبشن، واسيبك مع الجيم بلاي. وقعنا واهو، يعني هنجرب نمشي، هنستكشف العالم، هنخش يمين كده نشوف اللي بيحصل فوق. اهلا، انا فلوي الوردة. انت شكلك جديد على تحت الارض صح؟ طيب انت كده محتاج حد يعلمك الدنيا بتمشي ازاي هنا، واتوقع انا افي بالغرض للمهمة دي. شايف القلب ده؟ دي روحك اللي بتبدأ ضعيفة، بس انت تقدر تقويها مع مرور الوقت عن طريق انك تجمع الحب او ال في اللوف. هنقول ان دي الصحة مثلا عندهم في العالم السفلي. طيب عايز شوية حب؟ انا عايز بصراحة. انا هديك شوية. احنا تحت هنا بنشارك الحب عن طريق اوراق الورد او بتلات الورد. انا اتمنى اكون قلتها صح. تعال بقى جمع اللي تقدر عليه منها، جمع. غبي، في العالم ده يا تقتل يا تتقتل، ملهاش حاجة تاني. What are you doing? What are you doing? I'm adding this Ma'am, to are you a prostitute? ايه اللي بيحصل؟ المخلوق القبيح ده قاعد بيعذب بالروح الصغيرة البريئة كوتي خالص دي. ما تخافش يا كوكو، انا تورل. وظيفتي ان انا بعدي في الممرات دي اشوف في حد وقع من فوق الجبل ولا لا، وانت اول انسان يقع هنا من فترة كبيرة. تعال انا هرشدك اهو، هوديك للكاتاكومبس. ايه الكاتاكومبس؟ بص مقدما كده، انا مش واثق في تورل. القرون بص، بنسبة كبيرة يا هتقتلني يا هتزطني. بس انا مش عايز اتزط، والنبي. اتمشينا شويه في الممرات ولقيت النجمه دي. من الواضح ان النجمه دي كل مره هاخدها هتهيلني وهتخليني سيف، فتكاد تكون اهم حاجه في اللعبه تقريبا. اهلا بيك في بيتك الجديد يا كوتي. الممرات او الاثار مليانه الغاز، وعشان تتحرك من اوضه للتانيه لازم تحل الالغاز دي، فجهز نفسك عشان اوريك تحلهم ازاي. اكتر حاجه هنا هتتحكم في دخولك الاوض وطلوعها هي السويتشات او ايه السويتشات. يعني هي سويتشات بس مش لاقي لها اي حاجه بالعربي، هنسميها اكرة. انه الولايه دي رغايه، فهقول لك ملخص اللي قالت لي هنا ان انت اكيد هتقابل وحوش تحت الارض بما انك انسان، وهيحاولوا يؤذوك، بس انت وفي بدايه الفايت ده حاول تحل الموضوع بشكل ودي، تضحك تهزر تمدح، ممكن تظبط معاك وممكن لا، فماطر قد ما تقدر عشان لو دخلت فايت هاجي الحقك واحل المشكله. فمن الواضح ان انا مهمش ماليش اي لازمه ولا اي قيمه في العالم السفلي، ابن 60 الكلاب. أنا معاق. قالت لي انت قدامك دميه، فجرب تروح تتكلم معاها. حاضر. ورحت اتكلمت معاها وما ردتش عليا، بس توري الفرحانه مني. اصل دميه يعني اكيد مش هترد عليا برباعيات عمر الخيام، فاهم؟ فانا في السليم تقريبا. بسم الله نبدا. اول حاجه طلع لي الفروجت ده، قلت اما اجرب امدحه زي ما تورل قالت لي. مدحته بس هو ما فهمش اللي انا قلته، بس واضح ان هو ايه، تم الغزل يعني. لحقتني، ما كنتش عايزه تلحقني. ماشي، ده لغز خطير، تعال امسك ايدي وهخليك تعدي اللغز. ماشي يا مستر، بس انا كده ما عدتش حاجه، انا كده لسه عبيط. بعد كده لقيتها بتقول لي انا عندي لغز تاني ليك، واللغز ده صعب، كمل الممر لوحدك. يا ده ايه اللغز الصعب؟ حاضر يا مستر، حاضر. هو انا طولت شويه بس ماشي. اهلا يا كوكو، انا ما سبتكش، انا كنت مستخبيه ورا العمود ده كله. هنا حسيت ان انا بلعب لعبه غلط، انا حاسس يعني دي لعبه اطفال، دي مش ليا يا لا، في حاجه غلط في اللعبه. انا عملت لك الاختبار ده عشان اختبر استقلاليتك،
فماشي. دلوقتي انا عندي كذا حاجه عايز اروح اعملهم، فهسيبك هنا في الاوضه دي، وارجوك ما تسيبش الاوضه دي عشان الموضوع خطير جدا انك تطلع وتستكشف العالم لوحدك. او انا عندي حل تاني، انا هديك التليفون ده ولو احتجت حاجه رن عليا. بصي، لقد خلقنا الله احرارا يا انا هستكشف العالم لوحدي. لقيت فروجيت قلت اما يعني اكيد اروح اتخانق معاه، اجرب اخش اول فايت، لقيته بيديني نصيحه وبيقول لي if you act like مش عارف ايه. النصيحه ملهاش اي لازمه، فهسيف واكمل عشان اكيد الدنيا قلق قدام. سيفت ومشيت والدنيا كانت خطر فعلا. دخلت اول فايت ودي كانت النتيجه. يعني خلصت الفايت واتمشيت حبه قدام، لقيت تور المعزه بترن عليا بتقول لي سينمون اور باتر سكوتش، فاخترت السينمون. قالت لي قشطه كله زي الفل وقفلت معايا. بمشي خطوتين لقيتها يعني انا مشيت خطوتين لقيتها رنت تاني. في ايه؟ انت ما بتكرهش الباتر سكوتش صح؟ انا عارفه انك اخترت السينمون، بس لو جيت ولقيت باتر سكوتش في الطبق اتمنى ما تقرفش او ما تكرهنيش، او يعني اتمنى ما تتقففش من الموضوع. قفلت مع المعزه من هنا، لقيت لغز خفيف حليته، لقيت ضفدع في السكه خبطته. اتمشيت حبه بعد ما خبطت الضفدع ولقيت نفسي هنا. عايز اقول لك انا قعدت هنا كتير. لا انا قعدت هنا بتاع ربع ساعه، وكل مره بقع بيستلمني حد وحش تحت، اخبطه اطلع فوق اقع، انزل تحت يستلمني وحش تحت، اخبطه اطلع اقع يستلمني وحش. عايز اقول لك من كتر ما انا طولت هنا كنت بفكر اقفل اللعبه على كده ما كملهاش خلاص. وانا بالفعل قفلت التسجيل في اللحظه دي وعديت المكان. لقيت نفسي وقعت وسط 3 جيليهات ومعرفتش اعمل ايه. ما اكيد مش هفايتهم لان انا لو فايتهم لوحدي هتخبط في الموقف ده، فقررت اتجنبهم ولقيتهم بايه ده، قالوا لي ايه ده انت اتجنبتنا اديني. لا خلاص اتفضل عدي. كملت زق في الحجاره عشان اخلص من الاوضه الدنيئه اللي انا فيها دي واخش على الاوضه اللي بعدها، بس لقيت ده قدامي. يا عم اوعدك دي، انت فاكر نفسك تقدر تزقني؟ انت عبيط، انت كده بتطلب مني اتحرك؟ طيب خلاص عشان خاطر عيونك اخويا اتحرك. حاضر. اللهم طولك يا روح. انت كده عايزني اتحرك تاني صح؟ حاضر لحظه واحده كده تمام ولا ايه؟ هنهزر احنا؟ هنهزر مع بعض؟ معلش ده اتجاه غلط صح؟ انا كده فهمت الموضوع خلاص ما تقلقش هتحرك. يابا احلى صخره في الدنيا يابا. ماشي يعني ايه اللعبه دي؟ انا بعمل ايه هنا؟ واذا انت كنت عايزني افضل مكاني؟ خلاص ما تقلقش هفضل مكاني. الاوضه اللي بعدها لقيت سيف، مع اني مش محتاج سيف بس سيفت، ولقيت حته جبنه قلت اما اجرب اخدها بس لقيتها لازقه في الترابيزه فسبتها. الاوضه اللي بعدها لقيت شبح نايم على الارض، فانا عايز اعدي فما لقيتش قدامي حل غير ان انا اقومه بالقوه والعنف والغصب. بعد اذنك بس يا عم الشبح عايز اعدي معلش. الفايت شكله صعب ربنا يستر. انا مش عارف ليه هجماته صعبه كده، ايه اللي بيحصل فيه ايه؟ لا انا اتدمشت بس خلصت صحته وهزمته. لقيته بيقول لي ده انت تعرف انك ما تقدرش تقتل شبح يعني اكيد عارف. بس انا كنت عايزك تخلص الاتش بي بتاعي عشان ما ابقاش وقح. ماشي. هو حطهولي وخد 1 اكس بي وطلع يجري دخلت الاوضه اللي بعدها لقيت لوحه بتقول لي ده مخبز العنكبوت، كل الارباح بتروح لعناكب حقيقيه. يعني هتروح لمستشفى الناس. طنط تورل ازيك؟ يعني ادتني شويه نصايح تخص اللعبه، زي ان انا معايا شنطه بس ما اعبيهاش باي كلام فاضي، عشان اكيد هيجي يوم يبقى نفسي في حاجه اخدها ومش هلاقي لها مكان في الشنطه فاضطر ارمي حاجه وانينينينيني. ايه ده طنط تورل ازيك عامله ايه؟ ما ايه ده انت جيت هنا ازاي كوتيموتي؟ انت كويس؟ حد اذاك؟ هيلك انا كده ما كانش المفروض اسيبك الوقت ده كله لوحدك. من الظاهر ان انا مش هقدر اخبي الموضوع اكتر من كده. تعالى ورايا كوتي. ربنا يستر. هتبدا بقى تطلع دلوقتي الانياب والقرون والمخالب ولا نفسي ايه. حاله مسقعه في الاخر، او لا هي ممكن تكون عملت مسقعه مكان السينمون واكون انا اللحمه المفرومه. يب شامم الريحه دي. الحقيقه يعني يا طنط معزه انا شامم كل الروائح في الدنيا الا الريحه دي. اكيد دي مش ريحه شوي صح؟ مفاجاه، دي فطيره باتر سكوتش وسينمون. انا قلت ان احنا ممكن نحتفل بوصولك. المهم انا عايزك تستمتع بوصولك هنا، وانا قلت النهارده مش هعمل فطيره الحلزون، المفروض اسمها كده. يعني المهم قالت ان هي مش هتعملها النهارده، وبتقول ان هي عندها مفاجاه تاني ليا، فنشوف الكلام على ايه. هي دي مفاجاتك. انا عملت لك اوضه ليك اتمنى تعجبك. وقاعده بتحك
تفكها لي. دماغي والله. لقيتها بتقول لي في ريحه حاجه بتتحرق، اتصرف كانك في بيتك. فخلاص يعني هخش الاوضه انا. صحيت اديتها النوم المتينه. بعدها صحيت لقيت في حته فطيره على الارض باتر سكوتش بسينامون. صحيت ظرفتها على بق واحد وكملت نوم. يعني ممكن نكوع على العصر مفيش مشكله. صحيت بصيت عليها في الارجاء لقيتها مش موجوده. قلت ايه اما اخش بقى الاوض. دخلت اول اوضه لقيتها اوضتها على طول. اول ما دخلت على طول لقيت مذكرات توريل. اكيد بقى دي اللي هتبقى كاتبه فيهم ان انا شكلي لذيذ وممكن اكون اضحيه 150 كيلو وبتلو منهم 30 كندوس فهيتركنوا مش هيتاكلوا. Spicy meat. Yeah, boy. الليل هيكل العظمي عايز صديق because she was feeling lonely. يا الله يا كريم، ليه ما كنا بادئين كويس؟ والله يا ريت كنت كاتبه ازاي طريقه طبخ بني ادم في الحله البريستو. باقي الصفحه مكتوب فيها نكت انتن. فخلاص انا بره. خلاص الحلقه خلصت، بس انا هخش انهي الحلقه من الاوضه جوه. يا ريت تنزل تعمل شير ولايك وسبسكرايب. بص السبسكرايب مهم، والمهم برضه زي السبسكرايب بالظبط الفولو على الانستا، فانزل اعمل لي فولو وبس. سلام.